هاي برجر لما بدأ في 87 ما كانش اقوى حاجه في الدنيا والدنيا بتجري عليه. انا حابب بقى اتكلم عن كيان هاي برجر. هاي برجر بدأ بداية صغيرة جدا. والدي وعمي الاتنين شركاء مع بعض في كل حاجة، فهم الاتنين حطوا ايدين في ايدين بعض ان هم يعملوا عربية اكل في 87. اصل الخامة بتتعمل في البيت وننزل نبيعها في العربية دي، فكان واحد بيفتح منهم وواحد بيقفل، كانش فيه امكانية ان يبقى فيه موظف، كان هم الاتنين في بيت واحد بس ما بيتقابلوش، بيسلموا شيفتات لبعض والدايرة تدور. عاش عمر كده طويل وصعب اكتسبوا فيه كل الخبرة اللي موجودة اللي ممكن حد يكتسبها علشان يفضل يكمل مع الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. يعني اللي هم عاشوا ده اتنقل لي. هاي برجر لما بدأ في 87 كنا بنجري في كل حتة عشان نحاول نستقطن العملاء بتوعنا، لكن لما نقلنا بورسعيد كان عندنا محل واحد بس هو الوحيد اللي اسمه منافس. كان عند والدي زي هدف، كان بيبيع 2000 برجر في اليوم، وده كان رقم خيالي. فوالدي حط الهدف لنفسه ان هو يوم ما يوصل ل 2000 برداي يبقى هو كده حقق اللي الراجل ده حققه، وبعدين نبص على الليفل التاني. فبالظبط هي سنة واحدة فضلوا شغالين بيظبطوا الجودة، بيحسنوا، بيعاملوا الناس. فهم كانوا دايما مهتمين بحتة الضيافة دي اللي ربطت الناس لحد النهاردة مربوطين بينا. والضيافة في فرق كبير بينها وبين السيرفيس. السيرفيس ده واجب على الموظف انه يأديه، الضيافة انك ازاي تدي السيرفيس دي بأحسن طريقة، فدي حاجة مهمة.